باشمهندس رامي هندسه. استاذ احمد، هي العربيه هي ديت صح؟ اخبار حضرتك ايه؟ متاكد ان هي يعني حاجه الحمد شبه؟ لله، اللهم لك الحمد. ما شاء الله العربيه رجعت كويسه وكل حاجه، بس عادي اي سمكري ممكن يطلع عربيه كويسه. طبعا، واحسن مننا كمان. واحسن مننا طبعا. اللي بيميزك عن بره اللي شايفك بتقيس الدهان. فهمني بس فكره الجهاز عشان المشاهدين ما بيبقوش عارفين انت بتعمل ايه يعني ايه. طيب، ورينا كده قبل ما عمل. نتكلم عن الحادثه خلينا نتكلم عن فكره الجهاز. حلو. مؤخرا شويه انتشر فكره لفظ معجون اللي فيه براده حديد. تمام. دي شائعات. شائعات مغرضه. في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. كتب لك في الكومنتات الكلام دوت قبل كده اللي انت بتحط عشان الموضوع اللي انت ايه بتحط القلم، فالقلم بيروح طالع على الاخضر، فبيقولوا اللي انت حاطط براده. فخلينا نتفق على حاجه، هو احنا بنستخدم نفس التقنيه اللي بيستخدمها مهندس الفحص في المرور. ده القلم بالظبط. طيب لما لقينا الناس لا هو الكلام ده اصلا منطقي؟ طبعا خلينا نقول عشان برضه في ناس ممكن يحصل؟ ممكن يحصل طبعا. خلينا نقول ان في ناس كان عندها بعض الشكوك وده حقها، لان فعلا في ناس بتجيب براده حديد بتحطها في المعجون فتخلي القلم يمسك في العربيه. جميل. لكن النهارده الجهاز لما بنيجي نبص الجهاز ما بيكذبش. الجهاز ما بيكذبش. بالظبط. فهمنا بقى فكره الجهاز. ادي العربيه دي شفتوا الحادثه عامله ازاي؟ تمام. وادي ده السقف. السقف ده اصلا كده الفابريكا مش انت اللي رشح. وشفنا هنا القياس عامل ازاي. هو الكلام هنا ان انت بتستخدم ايه التقنيه اللي انت بتستخدمها عشان توصلك لنفس السماكه بتاعه الفابريكا. انت لسه برضه ما شرحتش. طيب هقول لحضرتك الشرح بالظبط. احنا عندنا النهارده الفابريكا بيبقى ما بين درجه الواحد لل10. حلو قوي. ايوه هو الكلام ده بالظبط. النهارده طيب في معيار لاي جهاز، سواء جهاز رخيص اللي هو حتى ب 500 جنيه او الجهاز ابو 15000 جنيه. حلو. هو ليه معيار. جميل. الجهاز بتقيس عليه. جميل. عشان تاخد درجه السماكه بتاعه الفابريكا. حلو. تمام. ماشي. بس كده. وبتبتدي انت تقيس. انت طول ما انت شغلك من 1 لحد 10 انت العربيه دي فابريكا. طيب هتيجي تقول لي ما هو ده غش. لا، الغش هنا يرجع للي بيبيع العربيه. هو يقول انا راشش العربيه بس انا راششها بنفس الجوده والكواليتي بتاعه المصنع. تقول لي ازاي؟ ادي هنا اسمح لي معلش مش عارف الكاميرا هتجيب. ادي العربيه المرسيدس ديت وادي العربيه الجيب. هتلاقي الماده اللي مستخدمه على العربيه مختلفه تماما عن موضوع الفيلر. دي حاجه اسمها ايبوكسي. الايبوكسي ده نو كثافه. هو ده اللي بيطلع، هو ده اللي بيظبط الموضوع. بالظبط. طبعا قبل الكلام ده كله السمكره. نيجي بعد كده للايبوكسي اللي هو بديل الفيلر. حلو. تمام. نيجي للدهانات. الدهانات يا جماعه البويه نفسها قلنا قبل كده وهنقولها تاني، البويه ما فيهاش سماكه، السماكه بتبقى في الورنيش. انت بتستخدم انهي نوع ورنيش؟ او المعجون. المعجون طبعا ده موضوع لازم يبقى لو هو يعني ايه سمكري ضعيف فبتاع الدهان بيلم وراه بمعجون. بالظبط. بس برضه خلينا عشان برضه نوضح للناس في شغل في السمكره خلاص هو بيبقى الصاج جاب الاخر بتاعه، فممكن يحتاج احنا بنسميها في الشغلانه بتاعتنا قشره جرد. لكن مش ان انا اجيب بقى المعجون بالظبط. طيب برضه ما شرحناش الجهاز عملي. انا عايز الجهاز. انت العربيه كانت مخبوطه في كذا حته. بالظبط. ده كده 6 وهنا 5. ادي هنا السقف. تمام. ماشي. ادي هنا بقيه العربيه اهي. تمام. 8. ده مش انت اللي رش. لا بقيه العربيه هي الفابريكا بتاعتها. يعني الفابريكا كده بالظبط. 4 اشتغلنا فطالما طلع من 1 ل10 انا فابريكا. بنسميه في نطاق الفابريكا. حلو قوي. تمام. اخدك بقى على الحته اللي انا عاوزها. اتفضل. انت العربيه كانت عامله حادثه في الوش زي ما فرجنا الصور. بالظبط. ممكن تقيس لي بقى في كذا مكان. طبعا 4 حلو قوي. ده 4 ده احلى من السقف والباب. 4 ده انت عدلت على المصنع. تمام. هي الفكره يا استاذ احمد انت بتستخدم ايه والطريقه بتاعه استخدام المواد عامله ازاي. أيوه. تمام. هو ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا الحمد لله رب العالمين بصناعيه محترمين بيراعوا ربنا في شغلهم، واحنا عندنا شعارنا العميل شريك. مش مجرد عميل انا بستنزف منه امواله بس. سؤال كنت سالته لي المره اللي فاتت وسالته لي قبل ما نطلع اللايف دوت ليه بيقولوا عليا ان انا غالي. الفكره والله تاني مش ان انا غالي. سالتك السؤال ده. هي انت بتستخدم ايه ثمنه كام. وعندك الغالي وعندك الرخيص. بالظبط. لكن النهارده ما في اللي هو انا ما بحبش اقول لفظ الشغل الشعبي لان كلنا في الاخر احنا من احياء شعبيه يعني. هي الفكره ان انت عايز شغل حد شغال اوبر شغال هو مش فارق معاه العربيه تطلع فابريكا ولا فارق معاه العين دي قبل العين دي. ده موجود وده موجود. وعلى قد ما اقدر هرفع في الكواليتي بتاعتي بقدر المستطاع ابقى افضل من اي خدمه ممكن تاخدها في مكان على راسنا. ده مبدا اكيد موجود عندنا. طبعا. شكرا هندسه وكتر الف خيرك. جزاك الله خيرا وربنا يزيدك يا باشا. امين يا رب. وربنا يستر طريق الناس كلها. يا رب. شكرا.